ايه الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها واحنا بنستخدم سيرم الريتينول واللي ممكن تسبب مشاكل لبشرتنا وكمان ما تديناش النتيجه اللي احنا عايزينها؟ معاكي الدكتوره ياسمين سعيد، كلينيكال فارماسيست. مبدئيا كده هو ممنوع في الحمل والرضاعه، وكمان لو هتعرض لاشعه ليزر لازم اوقفه من 5 ايام لاسبوع. ممنوع منعا باتا استخدمه في النهار، ما ينفعش يتعرض للضوء المباشر، عشان كده لازم نستخدمه مره بالليل، لازم الصبح قبل ما نطلع بره البيت لازم نحط سان بلوك. احط الريتينول على بشره جافه ونظيفه، وما ينفعش استخدم الريتينول على بشره فيها التهابات او حبوب حمراء. ما ينفعش استخدم الريتينول مع اي منتج ممكن يسبب تقشير حتى لو بسيط. ما ينفعش استخدمه مع سيرم فيتامين سي. لازم هدخل الريتينول في روتين بشرتي بالتدريج، مره في الاسبوع وبعدين مرتين وبعدين 3، وممكن بعد كده بقى استخدمه يوميا. لو انا هطبقه على بشرتي احطه نص ساعه وبعدين هغسله واحطه بمرطب. ترطيب مهم جدا في الحفاظ على بشرتي من اي اثار جانبيه للريتينول. بالنص ساعه دي ممكن تزيد تدريجيا. دمتم في احسن حال وصحه وراحه بال.